الرأي العام اليوم بعد 12 عاما من الأزمة السورية لا يزال الشعب السوري يتعرض لأبشع أنواع الاستبداد والإجرام والمؤامرات التي تحاك ضد طموحاتنا وتضحيات التي يسعى من أجلها لتحقيق الحرية والديمقراطية. وفي هذا الإطار ما زال النظام التركي والسوري يعملون على إطالة عمر الأزمة العالقة في سوريا، ويسعون من خلال تقاربهم للتخريب الاجتماعي وعدم خدمة مصالح الشعب السوري الأعزل. فاليوم باتت أهدافهم واضحة، وهي ضرب مشروع الإدارة الذاتية والقضاء على قواتنا قوات سوريا الديمقراطية، وخلق حالة من الفوضى وعدم الأمان والاستقرار لمناطق شمال شرق سوريا وكافة المناطق السورية، ومن أجل إسقاط كافة الاتفاقات والمؤامرات التي تحاول تشويه جوهر القضية السورية والثورة السورية التي واجه فيها الشعب السوري من كافة المكونات وعلى مدى السنوات الماضية قوى الاستبداد والإرهاب والاحتلال، حيث قدم فيها أبناء وبنات شعبنا التضحيات الجاسمة وصبروا على المآسي وواجهوا كافة الظروف والمخاطر، وما يزالون على ذلك بكل عزيمة وثبات حتى النصر الأكيد. فاليوم نرفض تقسيم سوريا ونرفض الاتفاق والتقارب السوري التركي بوساطة روسيا، وندعو جميع النساء للالتفاف حول إدارتنا وقواتنا والانتفاضة بوجه كافة المشاريع الاحتلالية والاستبدادية. رسالتنا كمجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل في إدلب على جميع الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري حل الأزمة السورية حلا سياسيا عبر الحوار السوري ومن خلال تطبيق قرار 2254. علينا كنساء سوريات توحيد صفوفنا وتنظيم أنفسنا أكثر. علينا بالتكاتف لتحرير أراضينا السورية من المحتل التركي وإنهاء معاناة المرأة السورية والعودة الآمنة إلى أراضينا السورية وبضمان دولي.